الرقي والازدهار، وقد مكنت الجزائر لأمنها بفضل شعبها الوعي وثقته في قيادته وإعلامها اليقظ وجبهتها الداخلية العتيدة ومؤسستها الدستورية الصلبة، وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي سبيل جيش التحرير وكافة أسلاك الأمن. كما تتعرض بلادنا لمؤامرة مفضوحة بسبب تصديها. بن مبارك قال لك عندنا مؤامرات ووضعنا الان الناس حاسديننا والجزائر مستهدفه، وانت تقول لنا سي سليم كونك واقعي. اكيد كما قلقتني بهذا الفيديو قلقت كل المشاهدين. مش لا امين عام هذا امين عام الافلان يا حزب العتيد. يا لطيف يا لطيف، هذا تصريح. هذاك هو يهدر وانا تفكرت مهري. لا اله. وتفكرت القيادات نتاع الافلان في هذاك الوقت. يا اخي كنت تقعد مع واحد تاع افلان من القيادات، تقعد تتعلم. وحتى القيادات اللي كانت مع المنظومه اللي خرجت يعني ضد جماعه مهري، ووافقت مع زروال ووقفت معاهم. يا اخي تسمع ليهم على الاقل كاين واحد المستوى، كاين سياسه يعني، كاين سياسه يا اخي. حتى وكاين تخياط وهذيك المؤامرات تاع سياسه يا اخوي. كاين سياسه تقدر تدي وتجيب معاه. وبن مبارك هذا واسمه الشخص هذا بن مبارك. هذا بن مبارك وامين عام الافلان. نعم الله يرحم الافلان. الافلان. سنعيد امجاد الافلان يعني بما بهذا الكاليتي هذا. نعم يا اخي اسمع. الجزائر مش مستهدفه. أنا منين مستهدفه؟ ما هو يقول لك احنا مستهدفين. والمؤامرات تسمع دوليه. تعرف المؤامرات داو يحكي عليها. هي المؤامرات نتاع وجيبت جماعته الجيوب تاع جماعته ونتاع كل مشامشيه اللي راهم هما ولا راندي وهذاك بن قرينه اي كومباني. هي المشامشيه تاع كل هذه المنظومه. انا اتاسف انه هذا الشخص يمثل الواجهه السياسيه، واحد وجوه الصوره السياسيه للجزائر. تعرف الكلمه المفتاح اللي قالها في هذا الخطاب هذا كله هي المؤامره، وزيد شنو الى اخر، ونشكر الجيش وكل الاسلاك الامنيه. هو عارف منين تؤكل الكتف هذا السيد هذا، هو اللي مشي هذا. هو عارف انه قال تحيا الجيش ويحيى تحيا الشرطه. يا اخويا ما كانوش يقولوا تحيا. هيا جيب لي بالعياط لا كي قلت لي يعرف المنظومه يعني. يا اخويا انا علاه نذكر انا بالعياط ونذكر بوقطايه يعني بوقطايه لان كانت لي معهم حوارات وكذا. بوقطايه ولا ما يجي يعطيك تحليل، يحاول يقنعك يعني، ويقرا ويجيب لك من التاريخ ويجيب لك ما يجيش يقول لك احنا يلاقي لك سياسيا طبعا. ما يجيش يقول لك تحيه الجيش والاسلاك الامنيه. وانا لا اعرف علاه طوروا. كانوا بكري يقولوا الجيش، علاه ولاو يقولوا كلهم الجيش والاسلاك الامنيه. لانه ولات عندهم الضبطيه القضائيه. انا اتاسف انه في الجزائر من يمثل الواجهه السياسيه مثل هؤلاء. لكن